تبددت فرص التفاوض وآلت الكلمة النهائية إلى المعالجة الأمنية وسط غموض لف أحداثا دامية متسارعة. العشرات من الرهائن وخاطفوهم يقعون بين قتيل وجريح بعد أن تصدت نيران الجيش الجزائري لمحاولة سيارات للخاطفين على متنها بعض الرهائن مغادرة مجمع عين أميناس الغازي. أكدت التقارير مصرع أبو البراء قائد كتيبة الموقعون بالدم التي كانت سيطرت على الموقع في وقت سابق، لتتتالى بعد ذلك أخبار عن تحرير أعداد متزايدة من المحتجزين قدرت بالمئات، أغلبهم جزائريون وموظفون من جنسيات مختلفة، بعضها أمريكي وأوروبي وآسيوي. أنهى الهجوم الجزائري عمليا محاولات أبو البراء لتفادي الاشتباك عندما طالب القوات التي حاصرت الموقع بالتراجع لإفساح المجال لفرصة التفاوض بين الخاطفين ودول المختطفين، في مسعى لحثها على الضغط من أجل إنهاء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي، مع التلويح بقتل كل الرهائن في حال رفض مطلب التفاوض. بدا للبعض أن الجزائر شرعت تدفع ثمن الضوء الأخضر الذي منحته للمقاتلات الفرنسية كي تعبر الأجواء الجزائرية وهي في طريقها لقصف معاقل المسلحين الإسلاميين في شمال ووسط مالي، وسط تساؤلات حول مدى تحسب النظام الجزائري لتداعيات قراره واستعداده لردود الفعل المحتملة التي يمكن لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أن يقدم عليها ردا على الهجمات التي تستهدفه. وفي انتظار أن تتكشف جوانب أكثر من صورة الأحداث التي وصفها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نفسه بالغامضة، بقيت أسئلة محيرة عالقة مدارها السهولة التي استطاع بها المسلحون السيطرة على موقع يفترض به أن يكون عالي التحصين، ومدى الإمكانية التي كانت متاحة لتفادي التدخل العسكري العنيف، خاصة بعد أن أفرج المختطفون عن النسوة اللواتي كن محتجزات بين بقية الرهائن. نقاط استفهام الواضح في غموضها ربما أن شن الحرب على أتباع القاعدة في مالي لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم باتساع رقعتها وبالكيفية التي ستنتهي بها.